السلام عليكم. من زمان الواحد ما طلعش على اليوتيوب الصراحة، وأنا كنت قررت إن أنا هرجع تاني على اليوتيوب بعد ماتش الأهلي والزمالك. بقى طبعا تبقى متعة جميلة بقى، والزمالك هيبقى على الأقل يعني متعادل وبتاع، لكن الزمالك خسر. طيب، ده فيديو أنا طالع أتكلم فيه كلام في المطلق. الكلام ده مش تحليل، مش ده شرح المباراة، مش أي حاجة. أنا طالع أتكلم كلام عن نادي الزمالك في المطلق. تمام، بتكلم من منطقي انا كمشجع، مش كشخص بيحلل او بيتعلم تحليل او الكلام ده كله. طيب، دلوقتي لما بدانا القصه بتاعت جون ادوارد دي والمشروع بتاع جون ادوارد، انا كنت من اكتر ال يعني الناس اللي ممكن تكون متفائله بالموضوع ده. ليه؟ لان جون ادوارد هو راجل متخصص، راجل جاي على اساس والله انا عندي فلوس بادجت 5 جنيه. 5 جنيه انا هصرف نص جنيه للمدرب، نص جنيه للباك، نص جنيه للمهاجم، نص جنيه للوينج، نص جنيه لخط نص، نص جنيه للمدافع، نص جنيه للأبرق. وهبدا ان انا ابيع، ابدا ان انا اطلع بعض الصفقات من عندي، وفي الاخر برضه اقدر ان انا ادخل لعيبه تانيه والقصه الجميله دي كلها. فهو راجل فاهم في شغلانته. تمام. وبرضه خلي بالك ان انت كاداره نادي الزمالك انت ما اديتوش البادجت اللي عند اقل منافسين. مين بينافس الزمالك على الدوري؟ المفروض ان الاهلي، بيراميدز، المصري. المصري كامل ابو علي فتح لهم بادجت مفتوح. بيراميدز استثمارات. الاهلي معروف ان في رجال اعمال تقيله جدا 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 ماسكه او بتدير الامور الماليه في الاهلي. طب الزمالك في رجال اعمال على فكره، يعني انت عارف المضحك يا معلم ان الاهلي ان الزمالك في رجال اعمال كتير فشخ وناس معاهم فلوس بالمليارات، لكن هل الناس دي عندها ال القدره، خليها القدره مش هقول القدره الماديه، الناس دي غنيه جدا يعني، لكن هل هم عندهم الرغبه، عندهم الرغبه ان هم يطلعوا يحطوا فلوس في النادي، يضخوا فلوس في النادي؟ لا. هم الناس دي عايزه النهارده تدفع جنيه، الجنيه ده يجي لها بكره. ليه؟ يقول لك والله البيزنس. طب هو مش حضرتك يا سياده رجل الاعمال، يا سياده فلان وعلان 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 اللي في مجلس الاداره، اللي قبل ما تيجوا قلتوا احنا هنعمل وهنخلي وهنسوي وهننقل والصوره الذهنيه وعملنا متحف وعملنا فرقه سيدات؟ كلام جميل على فكره، كلام انا مش ضده اطلاقا، لكن ده حاجات سنويه يا جماعه. لما احنا نطلع كده بالصلاه على النبي بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى احنا عندنا متحف، وعندنا مش عارفه فرقه نسوان طياره طايره، ونسوان قدم، وفرقه بنات مش عارفه ايه، وفرقه ايه. وانت عندك فريق القدم واليد والطايره والسله الرجالي، اللي هي اللعبه اللي كل الناس بتتفرج عليها اصلا، سواء كان طبعا في ناس كتير بتحب تتفرج على اليد الطايره السله، طبعا ده غير كره القدم انت اصلا مش مهتم بيها. انت اصلا مش مهتم بيها. يعني انت بقى هتعمل لي متحف تصرف لي عليه قد كده عشان الشو، وعشان بقى ان انا يا جماعه انا عملت متحف لنادي الزمالك، اول متحف لنادي الزمالك مش عارف فين وبتاع. انا مش فاهم برضو فين رجال الاعمال اللي المفروض اللي هم في المجلس، المفروض اللي هم ناجحين في الانتخابات، المفروض ان الاعضاء منجحاهم في الانتخابات. تمام، الاعضاء منجحه حضراتهم في الانتخابات ليه؟ عشان تقعدوا على الكرسي وتاخدوا سمعه وتاخدوا شهره وتاخدوا يعني اسم ان انتوا ماسكين نادي الزمالك. ما هو معلش يعني الزمالك مش قليل، مش نادي قليل عشان يا راجل ده انت، يا نهار اسود، ده انت لو في مجلس اداره نادي ايه، مش عايز اقلل من حد، ولا لو في مجلس اداره نادي بني عبيد، يا راجل ده انت لو في مجلس اداره نادي ولا مش عايز يعني اي نادي، هتحس على دمك، هتبقى مشهور من في ناس عارفينك. ففي النهايه اجي الاقي جون ادوارد واخد فكت فلوس، وراح عمال يطلع ده اعاره ويعمل ده ويخلي ده ويسوي ده ويروح هنا ويجي هنا عشان يقدر يوفر الدنيا، يوفر الفلوس. قلنا حته الارض بتاعت 6 اكتوبر قلنا جميل يا اخي بقى، بيع واستثمارات وفلوس داخله وفلوس خارجه، وابني
واعمل وناس هتشتري وناس هتعمل وعدويات داخله جديد وبتاع. ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ اتاخدت منك الارض عملت ايه؟ بعيدا عن صحه موقفك اصلا، انا ما بتكلمش، انا هنا ما بتكلمش هل صحه موقف الزمالك او لا. الزمالك صح ولا غلط بقى؟ الارض اتفاقات مع وزاره الاسكان. انا امبارح طلع وزير الاسكان قال لك والله العظيم الارض ما عليهاش اي مشاكل وخلاص، مع ان الموضوع ده اصلا مريب لوحده، بس مش مشكله، مش مشكله، عادي. انت ليه ما صعدتش المواضيع بتاعه الارض دي لفوق، لفوق قوي، وتاخد تنزل بص تنشط رئيس الجمهوريه؟ هو انتوا يا جماعه من اول ما جيتوا نادي الزمالك وانتوا اخدتوا بيانات، هو احنا نخلص من واحد كان بيطلع يجعجع في القنوات لان نيجي المجلس اداره كل يومين والتاني ينزل بيان؟ بعدين مش عايز اقل ادب يا جدعان على حد والله، بس ايه البيان العلق اللي نازل تمام قبل الماتش ده؟ ايه البيان اللي ان شاء الله يا جماعه هنحل الازمه وهنعمل وهنخلي وهنسوي؟ على فكره انا وقتها شيرت البوست ده وقلت عظيم. عارف انا قلت عظيم ليه؟ وليه عظمت في البيان ده قوي ليه؟ عارف ليه؟ عشان انت هنا حطيت الجمهور في الصوره. لكن انت لو كان الناس اللي بتكتب البيانات دي ناس عاقله بما فيه الكفايه تنزل البوست ده للجمهور، بس لجمهور نادي الزمالك والله احنا ان شاء الله يا جماعه موضوع الارض ده هيتحل والدنيا هتبقى تمام. مش تطلع على الميديا والله يا لعيبه والله يا مدير رياضي والله يا مدير فني احنا معناش فلوس بقى فالعبوا لحد ما ربنا يكرم بفلوس. في حد بيعمل كده؟ يا راجل ده انت لو مشغل ابنك عندك في محل ولا في دكانه، في دكانه معفنه صغيره، مشغل ابنك عندك وجيت قلت له يا ابني انا معيش فلوس وبتاع، اقسم بالله ما هيقول لي خلاص يابا انا هقعد في البيت لحد ما يبقى معايا فلوس. تقول لي لعيبه اللي جاي من اخر بلاد المسلمين واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا، اللعيبه دي جايه ليه؟ اللعيبه دي اصلا بتلعب لحد دلوقتي ليه؟ هو انت وفرت لهم ايه؟ يا راجل يا مؤمن، يا راجل يا مؤمن اتعلم من التاريخ ده. انت قبل السوبر الافريقي رحت منزل لهم مكافآتهم وفلوسهم قبلها، نزلوا موتوا نفسهم في الملعب. هو انت فاكر ان الدعم بيكون دعم فني ودعم معنوي بس؟ ما لازم دعم مادي. هي تركيبه البني ادم كده، البني ادم تديله فلوس يشتغل. معلش بقى احنا بشر، ربنا خلقنا كده، ربنا والله بيخلقنا بالمنظر ده. معلش المره الجايه هننزل لك ابديت على اللعيبه تمام، اللعيبه بتلعب من غير فلوس، حاضر عينيا، حاضر لا عينيا الاثنين المره الجايه. وفاكر جون ادوارد عمال يبادي ده ومعلش يا الفينا معلش يا فلان ومعلش يا علان. جون ادوارد انا معاه لحد اللحظه دي، لحد اللحظه دي انا مع جون ادوارد. لما نشوف اخرتها ايه، انا مش مع اي حد من المجلس ده، انا ضد اي حد من المجلس ده، ضده تماما تماما. عارف يعني ايه ضده تماما؟ انا ضد اي حد في المجلس ده، ولا حد فيهم يلزمني. انا اللي يلزمني الراجل اللي انا واثق ان هو جاي يعمل حاجه، الراجل الزملكاوي اللي انا واثق ان هو جاي نادي الزمالك عشان يعمل حاجه، اللي هو جون ادوارد. حتى نقطة المدرب عشان برضو نكون ادينا كل واحد حقه. هل المدرب ده مدرب كويس؟ كويس. هل عنده اخطاء؟ عنده بلاوي سودا. انا لحد ماتش لحد دلوقتي وانا بقول يا جماعه الراجل ده كويس، نتقل عليه مدرب مشروع، نستنى اكيد هيصلح غلطاته. لكن لما توصل بقى ان انت تعمل نفس الغلطه 3 مرات في 3 ماتشات، ليه؟ ماتش دجله نفس اللي حصل بالظبط بالملي، جبت جون نمت عليه اديت لدجله الكوره جابوا جونين. ماتش الاهلي جبت جون نمت عليه اديت للاهلي الكوره جابوا جونين. طب ليه؟ وليه تغييراتك كلها غلط؟ وليه بكل كواليتي اللعيبه اللي عندك دي اللي هي لعيبه مش وحشه تمام؟ يعني يا راجل ده انا لو جبت سلمى بنتي اقسم بالله لو جبتها وعرفتها الفرقه وعرفتها مميزات وعيوب كل واحد، اقسم بالله هتحط تشكيل احسن، تشكيل هتنزل تبديلات احسن من اللي انت بتعمله. يا جماعه الراجل اسمه ايه ده فيما ده بينزل بتشكيل حلو. دي مشكلتي معاه ان هو بيبدا بالتشكيل مثالي. جاب جون تمام،
ما تضغط بقى. هو انت في ماتش المصري عملت ايه؟ جبت جون في الثاني في الثالث. ماتش الاسماعيلي عملت ايه؟ جبت جون وضغطت لحد ما جبت الثاني. ماتش سيراميكا عملت ايه؟ جبت جون وضغطت لحد ما جبت الثاني. طب ما هو، ما هي شغاله معاك اهي. ما هي امال انت امبارح ايه اللي حصل لك؟ عدي الدباغ طلع يا عم الله يشفيه، اكيد يعني هو مش قصدي يطلع عدي في الدقيقه حاجه و30. تمام. الطبيعي انزل مين؟ انزل ناصر منسي اللي قاعد في على الدكه بقاله فتره، ولا انزل عمرو ناصر ولا الحريف الحريك اللي بينزل؟ انزل مين؟ لا، هنزل ناصر منسي ينزل ما يعملش حاجه. ده انا كرشي اقل من كرش ناصر منسي. تنزل حاجات بقى ناصر منسي. تمام. وبقى ناصر منسي انا بحبه وكل الكلام الجميل ده كله كلام، لكن هو السنه دي مش وحش، فانا مش هطبل له على حساب النادي اللي انا بشجعه. ما يولع يا عم. هو يا عم فرحني ودلعني وسوبر وماتش غزل محله وعمل فرصه قدام الاهلي في الدور الاول تمام، كلام جميل وكلام عظيم. ماذا بعد؟ ماذا بعد والله؟ يعني ماذا بعد؟ خلاص بقى. لما يبقى يثبت نفسه يبقى يلعب مع كامل حبي ليه وكامل احترامي ليه والكلام ده من ده كله. لما يبقى يثبت نفسه يبقى يلعب. سهله اهي، سهله اهي. انت عملت ايه؟ رحت منزل ناصر منسي، بعدين رحت سحبه ومنزل عمرو ناصر. طب ما كمل الاول يا عم فيرا. ولا انت بقى منزله عشان حد من الجهاز المصريين المتخلفين المشعوذين، راح قال لك ايه؟ قال لك خلي بالك ان ناصر منسي كعبه عالي على الاهلي. لا، هو مش كعبه عالي على الاهلي ولا حاجه. عمل ايه؟ جاب جون في السوبر الافريقي. يا سيدي حاجه عظيمه وحاجه جميله، خليت الزمالك ياخد بطوله قاريه. بس ما لو نفترض بقى، لو كان الزمالك خسر السوبر الافريقي بضربات جزاء، لو كان وسام دياب وزيزو ضيع مثلا، تمام، والاهلي كسب، كان هيبقى الجون ده ايه؟ ولا له اي تأثير لازم؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. انت قلتها صح. انا برضو لحد الان، هل نادي الزمالك ماشي في الطريق السليم؟ لو هتمشي المدرب انا معاك، اقول لك انت ماشي في الطريق السليم. ماشي، تجيب مين بقى؟ بس بلاش نجيب مدربين مصريين يا جماعه. ويا ريت يعني مجلس الاداره يسرد شويه، معلش. احنا اسفين والله. وبعدين يعني انا حاسس ان احنا تقال على قلبكم قوي، وحتى احنا اللي حطيناكم في منصب انتم لا تخدمون عليه يا عيني. احنا جمهور ابن كلب ظالم حقيقي يعني. معلش احنا اسفين. بعد اذن حضراتكم اصرفوا شويه وطلعوا فلوس، طلعوا من الخزنه. معلش. معلش بابا ممدوح، بعد اذنك يا بابا ممدوح لو سمحت اصرف شويه بعد اذنك، لو سمحت. بعد اذنك، يعني بعد اذنكم يا جماعه والنبي اصرفوا شويه عشان خاطر، وحياه اصرفوا شويه النبي. سهله يا جدعان اهي. اصرف يا عم. يا عم شوف نفسنا بيعملوا ايه يا عم واعمل زيهم يا عم. هو انت يا جدعان مش رجال اعمال يا جدعان؟ هو انت يا جدعان مش ناس معاهم فلوس؟ ولا انا مفهومي عن رجال الاعمال غلط؟ ولا رجال الاعمال دي ناس فقيره زيي؟ ولا انا مش فاهم حاجه؟ انا ما بقتش فاهم حاجه. هو انت يا جدعان مش ناس كبيره وعاقله وفاهمين الاداره، فاهمين البيزنس؟ ليه بتيجوا عند الزمالك وبتعترضوا؟ بجد والله. هو انتوا مش لما جيتوا عشان تمسكوا النادي في الانتخابات وحدتوا وهنغير الصوره الذهنيه؟ هو انتوا فاكرين ان الصوره الذهنيه دي انت تعمل من متحف؟ لا يا حبيب قلبي. الصوره الذهنيه مش انك تعمل متحف، الصوره الذهنيه انك تخلي صورتك قدام اللعيبه قدام الجمهور وقدام الاداره الفنيه كويسه. دي الصوره الذهنيه اللي انا عارفها، اللي اي حد في الدنيا عارفها. تمام. انت لما جربت اهو، لما رحت اديت لعيبتك في السوبر الافريقي فلوس، نزلوا قطعوا بعض، نزلوا قطعوا بعض. هنفضل كده لحد امتى؟ انا ما اعرفش. يبقى عندنا واحد بيجعجع وبيشتم ومدخل النادي والجمهور في مشاكل وموت ناس والدنيا خربانه، وعندنا ناس تانية، ناس محترمه ومسالمه وكويسه وناس زي الفل، وفي النهايه ولا حاجه برضه. لا ولا حاجه هنا ولا حاجه هنا. تاخد لك كاس، تاخد لك كونفدراليه، تاخد لك سوبر افريقي، تاخد لك مش عارف ايه، وننبسط. لكن الدوري ده ابطال افريقيا يا كابتن. كابتن، الدوري اللي بيطلعك على افريقيا فين يا كابتن؟ ها؟ كابتن، دوري ابطال افريقيا اللي بيطلعك كاس العالم للانديه فين؟ دوري ابطال افريقيا اللي بيطلعك كاس العالم للانديه فين؟ فلوس يا كابتن. فلوس فين من اهتماماتكم؟ فين من اهتماماتكم؟ ما تصرفوا عشان تلاقوا بعد كده. اما انت لما تصرف دلوقتي يا كابتن حسين لبيب، لما حضرتك تصرف دلوقتي
تمام، ويجي لك بعد كده 10 مليون ولا 20 مليون ولا 30 مليون دولار ولا 40 مليون دولار ولا ايشي كاس افريقيا، ايشي سوبر افريقي، ايشي كاس عالم انديه، ايشي انتر كونتيننتال. هي دي كلها بيراميدز يا كابتن بيراميدز اللي اتعمل اول امبارح ابو الكباتن، اول امبارح بتاع 2019 ده، قبل الكورونا على طول، فاكره؟ ها؟ يعني هيلعب نص نهائي كاس عالم انديه وانت فين يا كابتن؟ انت ايه طموحك يا كابتن؟ يعني ايه طموح حضرتك؟ ناخد مركز ثالث نلعب كونفدراليه يا كابتن مع ديكاه الصومالي والزمالة السوداني وصالح رجبي الجيبوتي، ولا نلعب مع مين يا كابتن؟ ها؟ الفلوس يا كابتن هي اللي بتعمل الانديه يا كابتن. ما يبقاش حضرتك يا كابتن مع ما بتصرفش فلوس وعايز النادي يقوم على رجله يا كابتن، ما ينفعش يا كابتن. بالادب وبالذوق، مش عايز يعني. انا بحاول ان انا امبارح انا محروق دمي، ومش محروق دمي على الخساره والله العظيم يا جماعه، وبجد الف مبروك لكل الناس الاهلاويه. والاهلي يستحق الفوز والزمالك لا يستحق الفوز. كل ده كلام خلاص هو مفروغ منه، ماتش وعدى، ماتش بثلاث نقط. انا ليا في اللي جاي يا كابتن. انا عايز اخد الدوري السنه دي يا كابتن حسين لبيب، انا عايز اخد الدوري السنه دي، الدوري. ها؟ عايز على الاقل اخد مركز ثاني، يوم ما يجلي مني الدوري لاي شكل انا اكون واخد المركز الثاني ورايح العب دوري ابطال افريقيا يا كابتن، عشان اكسبها يا كابتن، عشان اكسبها يا ابو الكباتن، عشان اصعد كاس عالم انديه يا كابتن، عشان اروح انتر كونتيننتال يا كابتن، عشان اخد فلوس يا كابتن، عشان اخد فلوس. عارف الفلوس بتعمل ايه يا كابتن؟ بتبني الفرقه يا كابتن، بتخلي بيراميدز راح يجيب واحد بوازير وعنده لعيبه بيدفع مرتباتها وعنده مدرب ثابت من 3 سنين يا كابتن. عارفين ليه ثابتين يا كابتن؟ عشان بياخدوا فلوسهم يا كابتن. تخلي الاهلي راح يدور على مدرب بنص، مش عارف بنص مليون ولا مش عارف بنص مليار ولا والله ما اعرف ده. عارف ليه يا كابتن؟ عشان معاهم فلوس يا كابتن. عارف فلوس جت من هنا يا كابتن؟ عشان صرف في الاول يا كابتن، صرف فلوس. بغير العمال اللي عندهم يا كابتن صرف فلوس يا كابتن. ما سهله يا كابتن. راح جاب النجم بتاعك يا كابتن السنه اللي فاتت يا كابتن، راح جاب السوبر ستار بتاعك. عارف ليه؟ عشان معاه فلوس يا كابتن. اغراب الفلوس يا كابتن، اغراب الفلوس. انما انت عملت ايه؟ انت ما كانش معاك فلوس يا كابتن، اديت له الشيكات ومعانا شيكات وسلمت اللعيب للجمهور ليه يا كابتن؟ عرفت يا كابتن ان انت اللي كنت فاشل في صفقه زيزو يا كابتن، مش 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 حد تاني. عرفت يا كابتن ان انت ما عادش فلوس يا كابتن. عرفت يا كابتن، عرفت ان انت اللي بين جون اودوارد يا كابتن عشان تلبسوا له علمه. لذلك انا بدعم الراجل ده لحد الان وهفضل ادعمه بشرط يمشي المدير الفني. عارف ليه يا كابتن يمشي المدير الفني يا كابتن؟ عارف ليه؟ عشان هو مش ما بيعرفش يا كابتن. المدير الفني ما بيعرفش يا كابتن، للاسف طلع ما بيعرفش، بيقول ما بيعملش. المدير الفني فيها بتفك منه يا كابتن، تبقى كسبان يا كابتن ويدي الكره للمنافس يا كابتن، بيبدا التشكيله حلوه يا كابتن وبيعمل تبديل زي الخرا يا كابتن. هل ده مدير فني ينفع النادي الزمالك يا كابتن؟ هل ده مدير فني ينفع النادي اصلا؟ ها؟ ينفع النادي؟ بعد ماتش دجله الناس كلها طلعت تقول لك لازم فيما يمشي. انت عارف انا قلت ايه ساعتها يا كابتن؟ انا وناس كتير جدا قلنا ساعتها يا جماعه طب ما نستنى، طب ما نديله فرصه، في توقف دولي جاي، التوقف الدولي جاي يا كابتن. طب جه التوقف الدولي، كسب ماتش تاني، خسر، اتعادل التالت، ماشي جميل معقول تمام حلو اهو، سهله يا كابتن. لكن ما بيعرفش يا كابتن، اخره كده يا كابتن. هنبدا عايزنا نفضل كده يا كابتن؟ خلاص بلاش نطلع من دلوقتي. تمام، اطلع حضرتك من دلوقتي لو انت عايزنا نفضل كده يا كابتن حسين، اللي ما عادش فلوس تدفع مرتبات وما عادش فلوس تدفع شروط جزائيه. اطلعوا يا جماعه والله احنا معناش فلوس واحنا اعلنا افلاسنا وبنلعب والله بقى على لا شيء، احنا ده اللي معانا وده اطلع يا كابتن، قول لي يا كابتن، قول لي ان ده اخرك يا كابتن، قول لي انت ما عادش فلوس تحطها في النادي يا كابتن، واستقيل يا كابتن. يعني يا ريت تستقيل، والله اسهل حاجه في الدنيا تكتب ورقه زي عبد الناصر كده قال لك انا اتنحى عن هذا المنصب، سهله. مش هنقول لك احا لا تتنحى يا كابتن، والله مش هنقولها لك، نقول لك اتنحى عادي. اصرف شويه يا ابو الكباتن، اصرف شويه، الزمالك مش قليل، اصرف شويه يا كابتن. انت ما حدش كان يعرفك قبل ما تمسك نادي الزمالك في اللجنه المعينه يا كابتن. ماشي يا كابتن، اصرف شويه يا كابتن. سلام يا كابتن.